السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اوفر 8 جلسات تنمية المهارات؟ وازاي اوظف تنمية المهارات في جلسات الاكاديمي او في جلسات التأسيس؟ تنمية المهارات علم كبير جدا، ما ينفعش نختزله في شوية بازل وشوية خرز، لكن تنمية المهارات دي تشمل حاجات كتيرة جدا. التخاطب يعتبر تنمية مهارات لغوية، التأهيل الأكاديمي التأسيس يعتبر تنمية مهارات، الرياضة، حفظ القرآن، الكلام، اللغة، كل ده تنمية مهارات. أي مهارة بتنميها عند الطفل اسمها تنمية مهارات. لكن الأمهات والأخصائيين في عرفهم إن تنمية المهارات دي هي تنمية مهارات التركيز والانتباه والتواصل البصري وتنمية المهارات الدقيقة. هو ده مفهوم تنمية المهارات الدارج بالنسبة لنا، غير المفهوم الحقيقي لتنمية المهارات. ولما احنا اختزلنا تنمية المهارات في التركيز والانتباه والتواصل البصري والمهارات الدقيقة، ده بقى يكلف الأهالي فلوس كتير جدا. ليه؟ لأنك بقيت تعمل جلسات لتنمية المهارات. إزاي أوفر الفلوس دي وفي نفس الوقت أحصل على جلسات تنمية المهارات؟ على سبيل المثال، عاوز أوظف تنمية المهارات في التأهيل الأكاديمي. أنت جاي دلوقتي تدرب الطفل على قراءة وكتابة حرف الألف، هتعمل إيه؟ بعد ما يكتب الألف أرسم له ألف على الكرتون وأخليه يقصها بالمقص. يبقى أنا كده نميت مهارات الحركات الدقيقة ونميت التواصل البصري ونميت التركيز والانتباه. هجيب حرف الألف اللي هو قصه ده وأخليه يلونه بالألوان. هجيب طين صلصال وأخليه يشكل الطين الصلصال على شكل حرف الألف. هجيب عجينة وأخليه يشكل العجينة على شكل حرف الألف. هجيب مكعبات وأخليه يشكل المكعبات على شكل حرف الألف. هجيب ألوان مية وأخلي الطفل يحط صباعه في ألوان المية ويشكلها على شكل حرف الألف. هجيب مثلا كروت ولخبط الكروت مكتوب عليها حروف وأخليه يطلع منها حرف الألف. هجيب مثلا دقيق وأرش الدقيق على مراية أو على سطح أملس وأخلي الطفل يكتب بصباعه حرف الألف، وهكذا. كل الأنشطة اللي أنت بتستخدمها في تنمية المهارات وظفها في قراءة وكتابة حرف الألف، واللي أنت عملته في حرف الألف ابدأ وظفه مع بقية الحروف. يبقى أنا كده عملت إيه؟ اشتغلت جلستين في جلسة واحدة. جلسة تنمية المهارات اللي أنا كنت بشتغل على التركيز والانتباه والتواصل البصري والمهارات الدقيقة، وظفتها في جلسة تعليم مهارات القراءة والكتابة أو تعليم الطفل الحروف. ثاني حاجة، لما أوصل لمرحلة الكلمات إن أنا بدرب الطفل بقى على كلمات بالفتحة زي درسا، أو كلمات فيها كسرة زي دارسا، أو كلمات فيها ضمة زي دوريسا، أبدأ أعمل معاها نفس الألعاب. يعني الحاجات اللي عملتها مع حرف الألف والطين الصلصال والمكعبات والألوان إلخ أعملها مع درس، يشكل بالطين الصلصال درسة، بالعجينة درسة، بالمكعبات إلى آخره. ثالث حاجة، لما أجي أدرب الطفل على كتابة كلمات زي داريسو أو دوريسا، ألخبط مكان الضمة. يعني مثلا أنا اديته كلمة قلت له اكتب دوريسا واكتب دوريسا كتير، بعد كده أقول له إيه؟ اكتب داروس، غيرت مكان الضمة. بعد ما كانت الضمة في الأول خليتها في النص، بعد كده خلي الضمة في الآخر، اكتب داريسو. كل مرة أفضل أغير في مكان الضمة، كل مرة أفضل أغير في مكان الفتحة، كل مرة أفضل أغير في مكان الكسرة. هنا هعمل إيه؟ هنمي التركيز والانتباه والتواصل البصري عند الطفل. حاجة كمان، أنا ممكن أديله كلمة دراسة يكتبها كتير، بعد كده أقول له إيه؟ اكتب سردا، نفس الكلمة ولكن غيرت أماكن الحروف. مثال تاني كلمة درجات إلى آخره. يبقى أنا كده عملت تدريبات تنمية المهارات ولكن في إيه؟ في التأهيل الأكاديمي. رابع حاجة، نفس اللعبة اللي عملته مع الكلمات اللي أنا قعدت أغير مكان الحروف، في الجمل هغير مكان الكلمات. أحمد يذهب إلى المدرسة، خليها يذهب أحمد إلى المدرسة. أغير مكان الكلمة، أشوف الواد مركز ومنتبه ولا لا. أعمل بالطين الصلصال وبالبازل والخرز، أشكل الكلمات والحروف. أغير مكان التشكيل، أغير مكان الكلمات. خامس حاجة، لما تيجي تدرب الطفل على قراءة وكتابة الجمل أو القطع أو الدروس سواء باللهجة العامية أو باللغة العربية الفصحى، ابدأ اسأله، قول له طلع لي الكلمات اللي اتكررت كتير. كلمة في مثلا اتكررت، كلمة أحمد اتكررت، أي كلمة اتكررت. طيب قول لي معنى الكلمة دي إيه؟ طب طلع لي الكلمات اللي جابت نفس المعنى أو الكلمات اللي لها نفس المعنى. طيب ينفع أعمل لك الدرس وتكتبه ورايا؟ طب ينفع تنقل لي الدرس ده في الكراسة بتاعتك بخط حلو؟ وأدرب الطفل إنه ينقل الدرس ويكتبه ويقراه كتير. أدرب الطفل وهو يطلع لي المعاني والكلمات اللي اتكررت كتير. كل اللي انا قلته ده هينمي مهارات التواصل البصري، هينمي مهارات التركيز والانتباه، هينمي مهارات الادراك السمعي والادراك البصري والانتباه السمعي والانتباه البصري، هينمي مهارات التفكير عند الطفل. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت جلسات تنمية المهارات لكن وظفتها في جلسات التأهيل الأكاديمي. يبقى انا كده وفرت فلوس، الفلوس اللي هدفعها في جلسات تنمية المهارات، وفرت وقت، الوقت اللي انا هستغله في جلسات تنمية المهارات، وكمان اكدت على الهدف الأكاديمي. والأمثلة اللي احنا قلناها دي كلها موجودة في البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءة والكتابة.